السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن الفيديو اللي أنا نزلته الأولاني دوت كان بس مباشر وكانت الصورة بتاعته مش واضحة، فحبيت إن أنا أكمل معاكم بصورة أحسن على التصوير. دي كبة حضراتكم زي ما انتم شايفين، دي كبة مكتوب عليها إن هي فريش تبع شركة فريش، وشركة فريش دي شركة محترمة جدا وشركة بناخد منها منتجات كتيرة جدا بنستخدمها. لكن اللي مزعلني النهاردة ان الكبة ديت حصل فيها مشكلة وصوت خروشة، وانا قدمته في فيديو قبل كده. وهي المشكلة كلها انا متأكد واثق 100% التروس بتاعتها ما استحملتش، لان التروس بتاعتها من ارضى انواع التروس اللي هي مستخدمة داخل الكبة. تمام، فيعني حرام لما الواحد يدفع فلوس في حاجة زي ديت ويجي ساعة ما يغير القطعة فيها ولا يعمل اي حاجة. مفيش مشكلة ان احنا نغير القطعة لو عايزة تتغير، لكن المشكلة ان لما نيجي نفك المسامير تطلع كمان المسامير فيها مشكلة. يعني حضراتكم هنا الكبة ديت فيها 4 مسامير، حبينا نفك المسامير فكوا معانا 2 تمام وزي الفل، لكن كانوا هيفوتوا معانا لان الراس بتاعتهم مصدية وحالتهم بالبلع. هنا حضراتكم في مسمارين تانيين، المسمارين التانيين مش عايزين يفكوا نهائيا زي ما حضراتكم شايفين اهوت. المسمار الدماغ بتاعته هوت او الدماغ بتاعته فوتت. ليه؟ عشان خاطر المسمار دوت مش نوع من الصلب، يعني اللي خلانا عملنا منتج زي ده وجميل بيستخدم في الفرن وبيستخدم في حاجات كتيرة جدا وبينفع ست البيت في المنزل. ليه ما نكملش جميلنا معاهم ونركب 4 مسامير من النوع الصلب النوع الجميل ونركبهم، بحيث لما يجي يتفك الكبة عشان خاطر تتصلح مرة تانية يبقى سهل فكها وسهل تصليحها. ليه نيجي على ابسط شيء واتفه شيء اللي هي المسامير ونركب مسامير يعني المسامير بتصدي بسرعه والراس بتاعتها بتتاكل، الواحد مش عارف يقول ايه. احنا عايزين حل، ويا ريت فني يرد علينا في التعليقات عشان خاطر افك المسامير ديت، لان انا مش عارف لحد دلوقتي افكها ومش هفكها الا لما حد يرد عليا في التعليقات ويقول لي اعمل ايه عشان افك المسمار دوت. جربت بكذا حيلة لكن المسمار ما فكش معايا، وانا مش عايز اضغط على الكبة عشان خاطر لو ضغطت عليها همسكها هكسرها عشان خاطر افك المسامير ديت. يعني عشان خاطر اركب طقم تروس هضطر اكسر الوش بتاع الكبة. لا انا مش هعمل كده، انا هستنى حضراتكم حد يرد عليا في التعليقات ويقول لي اعمل ايه بالظبط. وادي حضراتكم شكل الكبة اهيت، اكيد في ناس كتيرة اوي جايباها وفي ناس كتيرة جدا بتستعملها. عشان خاطر كده انا بقول لكم خلي بالكم من المنتج بتاع اللي هو فريش، ويا ريت يكون ليه ضمان ويا ريت يكون سهل فكه سهل تصليحه. وانا مش بعاتب او مش ان انا مثلا بسيء لشركة فريش، لا بالعكس انا عايز شركة فريش كل الموضوع ان تقدم لنا حاجة كويسة، والحاجات التافهة زي المسامير والحاجات ديت وطقم التروس دوت ما يبخلوش علينا ان هم يعملوا حاجة كويسة وحاجة نظيفة عشان خاطر المنتج بتاعهم يشتغل معانا. ما تقوليش ان كل حاجة على قد فلوسها. انا دلوقتي ما ادفعش 700 800 جنيه في كبة زي دي ما تكملش معايا 3 شهور، وتجبرني ان انا اروح اجيب كبة ب2000 ولا ب4000 جنيه. منين هجيب منين الفلوس ديت؟ فيا ريت نلاقي حل للموضوع دوت بالنسبة لشركة فريش المحترمة. يا ريت ترد علينا في التعليق وتشوف لنا حل في المسامير ديت وازاي ان احنا نفكها بابسط الامور. كان معكم اخوكم هاني الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.